السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاعي اليوم كيما راكم تشوفوا جيتكم بهذه الوصفه اللي حلوه جزائريه تقليديه عريقه اللي كانوا يحضروها امهاتنا وجدادنا من زمان، واللي هي صبيعات العروسه او كل منطقه كيفاش يسموها. في الغرب الجزائري يسموها السيجار. راح تشوفوها معايا خياتي بكل اسرارها وطرق النجاح. نروح نشوفوا الطريقة. إذا خياتي بسم الله وعلى بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. عندي هنايا حبة بيض، تكون بدرجة حرارة الغرفة. اللي تحب كمية أكبر ما عليها غير ضعف هاد المكونات اللي راح نعطيها لكم، يعني فيها ديروا حبة بيض ديروا زوج. عندي حطيت رشة ملح وقشور حبة ليمون. اللي ما عندهاش قشور الليمون تقدر تستغنى عليهم تعوضهم غير بلا فاني. حطيت هذه المكونات في الغاسيبيون كما راكم تشوفوا، مع كاس تاع لاتاي راح نكيل بهذا الكاس، يعني حبة بيض يعادل لها هذا الكاس تاع لاتاي اللي تكيلوا به المكونات الباقيين. كاس تاع لاتاي هذا يرفد 100 ملي. اذا السكر حبيبات نحطه مع البيض والقرصه تاع الملح وقشور الليمون ونخلط حتى نشوف الخليط تاعي بيض بهذا الشكل. والسكر تاعنا يذوب. نجيب هنا كاس من الزيت بنفس الكاس اللي كينا به السكر، ونبدا نفرغ يتفرغ ويتخلط حتى نكمل كامل كميه الزيت نتاعي. هنا مور الزيت كي خلصت لي الزيت حطيت كاس حليب بنفس الكاس المقطع، يعني ما تصورليش كنت في بالي بلي اني نصور مي لقيتو لقيتو ما راش يصور. يعني عندنا كاس حليب بنفس الكاس اللي كاين به الزيت والسكر. كي نكملوا الزيت كامل نخلطوها مليح، نزيدو نضيفو هذاك الكاس تاع الحليب ونزيدو نخلطو. ومن بعد في هذا المرحله بعد ما نضيفو الحليب ونخلطو نبداو نحطو في الفارينه نتاعنا. بنفس الكاس اللي كاين به الفارينه، عفوا باقي المكونات نكيلو به الفارينه. راح تاخذ لكم 5 كؤوس نتاع الفارينه. عندي كيس من خميره الحلويات، ونبدا نجمع في الخليط نتاعي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه تلصق في اليدين. دوك تشوفوها معايا تلصق لنا شويه في اليدين. نخلوها هكذا واحد 10 دقائق ونخلوها، ومن بعد نرجعوا ليها نلقاوها شادت روحها. شوفوا هنايا كي رجعت ليها لقيتها يعني شاده روحها، ونقدروا نستعملوها بكل سهوله. ناخذوا كميه قليله يعني هكذاك عشوائي ونشكلوا السيجار تاعنا بهذه الطريقه. اللي تحب السيجار تاعها يجي خشين ما عليها غير دير العجينه شويه كبيره، اللي تحبوا يجي عادي كيما اللي خدمت انا. خذوا كميه قليله كيما راك تشوفوا في يدي. شوفوا شحال هكذا، ونبداو نشكلوها. في الاول نشكلوها على شكل دائري، ومن بعد نشكلو السيجار نتاعنا، ومن بعد نبوانتيوه شويه في الاطراف كما راك تشوفوا نتحصلوا على هذا الشكل نتاع السيجار. نحطوهم فوق حاجه نرشوها بالفارينه باش ما يلصقوناش. كي نجو نرفدوهم بكل سهوله، ونحطوا الزيت تاعنا تسخن. هنا ملاحظه هامه، الزيت تاعنا خلوها تسخن مليح مليح، ومن بعد نقصوا للفرن. ضروري تنقصوا للفرن باسكو اذا خليتوا الفرن زايد راح تتحمر لكم في ثانيه وما تتشققش معكم. لازم الفرن تاعكم يكون منقص، والزيت ما تكونش يعني سخونه بزاف. وهنا ملاحظه اخرى، خدموا بكميات قليله وروحوا اقليوهم، باسكو اذا خدمتوا كامل العجينه وتجوا تقليوهم هذيك اللي تخدموهم تلقاوهم خرجتهم الخميره، ما راحش يتشقوا معكم في المقله. يعني خدموا هكا كميه روحوا قليوها، ومن بعد طفوا الفرن وروحوا كملوا العجينه اللي بقات لكم. شوفوا هنا خياتي كيفاش تشقوا معنا كامل، يعني درتهم في الزيت ما مسيتهمش كامل. كي تشقوا هكذا راني نقلب فيهم للجهه الاخرى. تحمروا من الجهه راني نقلب فيهم باش يزيدوا يتحمروا لنا من الجهه الثانيه هكذا خياتي. ومن بعد ما يزيدوا يتحمروا من الجهه الاخرى شوفوا كيفاش تشقوا معنا ما شاء الله. والسيجار ما جاناش خشين بزاف، هذاك الخشين جاء يعني سيجار عادي، ما هو رقيق ما هو خشين.
هذه هي الوصفة تاعنا كما شفتوا، يعني لازم تاخدوا كامل هاد النصائح بعين الاعتبار باش تتشقق معاكم وتنجح معاكم بهذا الشكل هذا. إذا خياتي بعد ما كملت طيبتهم كامل ويبردوا طبعا، نروحوا نعسلوهم هنايا. اللي يحبوا يعسلوهم، حنا في الدار نحبوهم معسلين من بكري ملي ديرهم لنا يعني يما، وحنا نحبوهم معسلين. كاين اللي يديروا لهم السكر الناعم، يعني يرشوهم بالسكر الناعم من الفوق، كل وحده والطرق نتاعها. المهم النتيجه اللي تحصلوا عليها هي الصح وهي الضروريه في هذه الوصفه، يعني ما يهمش طرق التزيين. هكذا ما نخلوهمش في العسل، يعني نحطوهم تمتم نحوهم، ماشي لازم يتشربوا لنا العسل باسكو هما لداخل يجوا ما شاء الله. شوفوا الشكل تاعهم، يعني جاونا روعة روعة. آم، الجو كامل مشقين كما شفتوهم. شوفوا يعني من كل جواية راهي مشقة. شوفوا معايا هذاك اللون الذهبي اللي خداوه في الطياب، لون ما شاء الله. يعني صدقوني راهم يشهوا في الأكل. هنا خياتي راح نقسم معكم قطعة. شوفوا صدقوني جاو خفاف، ما جاوش معجنين. كاين اللي يقولوا يجوا معجنين بالحليب، ما جاوش معجنين، جاو روعة روعة روعة. جاو خفاف وجاو شغل معسلين من الداخل، وما شفتوا يعني ما خليتهمش كامل في العسل. يجوا من الفوق مقرمشين، ومن الداخل يجوا طرايا ما شاء الله. أسهل الوصفات طبعا هي هذه الوصفة، اللي يحب يحضرها لولادو أو يجوك ضيافة على غفلة تم تحضروها، ما تشدش كامليات اقتصادية. هذه هي إذا خياتي الوصفة تاعنا تاع اليوم. نتمنى ما تبخلونيش باللايكات، ودعموا القناة الجديدة تاعنا باش تطلع معاكم إن شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنجحوا فيها، سورتو المبتدئات اللي عمرهم ما داروها. نتمنى لكم يعني ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله، وسلام.